السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناتي. معكم رحمة كوك، واليوم جيتكم بهذه الوصفة. شوفوا معايا ما شاء الله، وصفة صابلي وشوكولا اللي يجي من الفوق بالغاناش بدون كريمة سائلة. الوصفة هذه رائعة جدا، راح تساعدكم بزاف في مناسباتكم، تقطع لكم كمية كبيرة، وراح نعطيكم جميع التفاصيل باش ديروها وتنجحوا فيها. بالنسبة لاباط سابلي راح نحتاج فيها 500 غرام تاع مارغرين، اختاروا نوعية تكون مليحة. انا حاليا راني نخدم بماني، ويعني راهي مساعدتني بزاف في لوغو. راح نزيد لها كاس نقص صبع نتاع سكر غلاس، راح نصفيه بطبيعة الحال. من بعد نخلطهم مليح مع بعض. تحبوا تخلطوا بالبيتخان ولا تخلطوا بالخلاط الكهربائي عادي. راح نزيد لها البيض وصفار البيض، هنا عندي 2 بيضات و2 صفار. راح نزيد نخلطهم مع بعض حتى نتحصل على قوام كريمي كما راكم تشوفوا. مرحله مهمه في الصابلي تاعنا باش نخدموا بالطريقه هذه الكريماج. من بعد نحي الفوي ونبدلها بهذا الباليت، نكمل نخلط بها المواد الناشفه. ركبت الباليت تاعي، راح نضيف النشا اللي هو كاس نتاع نشا راح يعطيكم خفه للصابلي تاعكم ويجيكم شويه يقرمش. راح نزيد كذلك نص باكي تاع خميره الحلويات، يعني ديروا 5 غرام. وراح نزيد الكاكاو ايضا، درت 2 مغارف كبار معمرين كاكاو يكون بني، نوعيه جيده، ما تستخدموش الاسود، استخدموا البني. وراح نضيف الفارينة ضيفوها بالتدريج، المواد الناشفة كامل يتغربلوا. هنا درت 3 كيسان كبداية تاع فارينة، صفيتهم مليح. راح نصفيهم كما راكم تشوفوا. من بعد نرجعهم في الخلاطة تاعي ولا في البيتخان يتخلطوا بهذيك الكا. المرحلة هذه تقدروا تستخدموا على العجانة وتخدموا بيديكم عادي. كملت ضفت نص كاس نتاع الفارينة، زدت خلطت مليح. من بعد راح نتخلص من الباليت تاعي ونكمل نخلط بيدي، لكن ما تعجنوش. شوفوا معايا جيست باطراف الاصابع. هنا شفت باللي احتجت شويه نتاع فرينه. في الاخير راح نكتب لكم مكونات في صندوق الوصف بالتفصيل شحال دات لي، لكن حذاري من الفرينه، اخدموا غير بشويه، ما تقيدوش بالكميه اللي درتها لكم. انا كابابل الفرينه تاعكم زايده جلوتين ولا ناقصه راح تنشف لكم في ساعه. المهم تتحصلوا على هذا القوام. من بعد راح نغلفها بابي فيلم، وضروري عجينه الصابلي ترتاح باش ما تكمش لكمش في الطياب تاعها، خلوها ترتاح. لهنا راح ندير كميه كبيره كما شفتوا في الفيديو تاعي من الاول. انا درت 240 حبه، يعني قيس عرس. راح نضاعف الكميه، لكن جو بريفير نخلط بال500 غرام، فهمتوني؟ ال500 غرام هنا تخرج لكم من 55 حتى ل 60 حبه على حسب حجم الطابع تاعكم اللي طبعتوا به. دونك انا درت 4 خطرات، يعني بال500 درت 4 مرات، كل مره نخلط 500 وحدها. من بعد لهنا كيما راكم تشوفوا خلطت 500 الاولى وال500 الثانيه، راح نطبعهم ونطيبهم. نزيد نخلط ال500 الثالثه وال500 الرابعه ونطبعهم كيما راكم تشوفوا. هنا استعنت بالبلاستيك هذا باش نطبع، راح يسهل لي بزاف الخدمه، سورتو كي تعود كونتيتي. تحبوا تخدموا بالبابي كويسون ولا بالبلاستيك، انا خدمت بهذا، حاجه بسيطه يعني وسهله في الاستعمال. درت ما بين 2 بلاستيكات، حليت بسمك هكاك واحد 2 سنتيم، وجبت الطابع هذا، جبت الصغير باش يقطع لي كميه كبيره، وباش ما تجينيش الحبه تقهم، باسكو فيها الغاناج، فيها الكراميل، فيها كريم وبور. لهنا تولوا معايا كيفاش راني نطبع. جبت الطابع تاعي، نضغطو كيما راكم تشوفوا، نعبص برك، مبقاش ندور، نعبص برك ونرفد هكا باش ما تكمش لكمش الحبه. من بعد نستعين بالبلاستيك، نرفد الحبه تاعي فاسيلمون، ما تلصق ما والو، ونحطها في البلاطو تاعي اللي فيه بابي كويسون ولا رشولو الفارينه. انا لهنا نحب نخدم بالبلاستيك، ما نرشش الفارينه على لاباط تاعي باش ما تنشفليش، والحبات كامل يجيو كيف، ماشي الحبات الاولين طريين والاخرين يجيو يابسين ويطلقوا زيتهم. من بعد كي نكمل جميع الحبات نطبعهم، راح نعاود نجمل العجينه اللي بقات لي ونخلط معها عجينه جديده هكا باش
ما تجينيش شايحه ولا، فهمتوني. من بعد نعاود نفتح بالبلاستيك كيما راكم تشوفون، نغطيهم باش يجي الوجه املس. نفتح العجينه تاعي، ما ديروهاش سميكه بزاف وماشي رفيعه بزاف. من بعد نحطها في البلاطو وندخلها طيب. الطياب يكون على 180 درجه، كي يبدا يتبدل اللون تاعها من تحت بلاكو عسوها، ماشي لاباط هذه فيها الكاوكاو، بليتو فيها الكاكاو. اللون تاعها ما حش يبانكم مليح، دونك الفو تفتحوا الكوشه تاعكم تفيريفيو من تحت اذا شدت روحها الحبه وحمرت شويه، نحيوا البلاطو تاعكم وكملوا طيبوا جميع الكميه تاعكم. كي تكملوا طيبوا كلش خلوه يبرد تماما، ونباليوه وخليوه. من بعد هنا نروح الكريمه الزبده تاعي. هذه الكريمه الزبده هايله بزاف، ننصحكم توليو تستخدموها. ما فيها لا شونتي لا والو، فيها زبده اوبلين اللي راني صورتها لكم، راهي تتباع بال 500 غرام، دير 24,000. درت 500 غرام تاع زبده اوبلين ولا مارغرين اوبلين، جي فيها ريحه لافاني هايله. درت لها 400 غرام نتاع سكر غلاس، صفيته. راح نضربهم شويه باش يدخلوا في بعضهم ويتحولوا لي الى كريمه بيضه نوعا ما. من بعد راح نضيف لهم 6 مغارف تاع الشوكولا تارتيني. انا خدمت بالاوبتيلا، ديروا 6 مغارف. هذه الكميه كفاتني، يعني كميه كبيره. راح نحط لكم في صندوق الوصف كميه صغيره، ونحط لكم الكميه الكبيره اللي درت بها 240 حبه بالتفصيل الممل شحال تحتاجوا. راح نضيف الشوكولا تارتيني تاعي، درت 6 مغارف كيما راكم تشوفوا، نكهها بالشوكولا باش تعطيني ذوق شوكولا. هذا وش فيها الكريمه هذه تاع الزبده، فيها مارغرين اوبلين، سكر غلاس وشوكولا. نخلطهم هكا شويه. كريمه الزبده تاعكم كي تكونوا طلعوا فيها من داك حبسوا، جيبوا لا ماريس تاعكم، هبطوا لي بوردور الحواشي وعاودوا رجعوها تتخلط هكا. خلطوها مليح حتى تتضاعف، يدوبل الحجم تاعها وتولي لكم خفيفه كيما راكم تشوفوا. اون ميم طون شاده روحها باش ما تسيح لكمش من الصابلي. من بعد راح نخدمها باللي بوش. من بعد نوري لكم. جبت لهنايا طوفيه كراميل، انا نحب نخدم بالبيدون الكبير، فيه 2 كيلو، راهو يدير 100,000. كيما راكم تشوفوا راهم ما شاء الله. كي تعود عندي كونتيتي كبيره نخدم به، نخلطو ونخدم به. حطيت كلش في لي بوش، فتحتهم فتحه صغيره، ما تفتحوش بزاف باش الكريمه ما تعودش بزاف. نشد الحبه تاع الصابلي تاعي، ندير 2 دورات شغل جدار، ونحط في النص الطوفيه كراميل تاعي. ما تعمروش بزاف الطوفيه كراميل باش ما تسيح لكمش. من بعد نجيب الحبه الثانيه نغلق بها، نضغطها بشويه هكا ماشي بزاف، ونحي الزايد تاع كريمه الزبده بالاصبع تاعي، ونمسحها في البول تاع كريمه الزبده باش ما نضلوش نخسروا. هذه هي الحبه الاولى، تجي شويه عاليه كما راكم تشوفوا. ندير 2 دورات تاع كريمه الزبده، لكن فتحوا القمع شويه برك، ما تفتحوش بزاف باش الدورات تاعكم ما يعودوش كبار. نعمر في الوسط بالطوفيه ونضغط شويه كما راكم تشوفوا، ونمسح الزايد اللي خرج لي هكا. نتحصلوا على حبه نظيفه وما فيهاش بزاف الحجم، كلش متوازن. راح نخدم كما راكم تشوفوا كامل الحبات. من الاحسن تتعاونوا، اذا كان معكم واحد نتوما ديروا الكريمه الزبده واللي معكم يعمر لكم الكراميل كما خدمت انا واختي حتى كملنا جميع الكميه. وحطينا الحبات في بلاطو، ما تستفوهمش كامل فوق بعضهم، ديروا 2 سطر يكفيو هكا باش ما تخرج لكمش لا كريم. ودخلوهم مباشره للثلاجه، ما تدخلوهمش للكونجيلاتور، للثلاجه من الاسفل باش كي نغلاسيو الحبات بالشوكولا ما تشققناش هذيك الشوكولا، فهمتوني؟ ما يكونوش جامدين، يكونوا باردين فقط. حطوهم في الثلاجه من الاسفل وخلوهم حتى هذيك الكريمه تشد روحها مليح. من بعد لهنا وريت لكم شحال بقالي من طوفيه كراميل، بريسك خدمت بكيلو وشويه. من بعد راح نوجد الغاناش اللي هبلتوني عليه، اللي هو غاناش بدون كريمه سائله. هذا تحتفظوا به فوق الحبات تاع الصابلي لي غاتو سيك، ما حش يفسد لكم، ما تخافوش منه. هنا عندي 55 غرام نتاع شوكولا عاديه، راح نزيد لها 40 غرام تاع مارغرين، ذوبهم مع بعض فوق بان ماري. انا الشوكولا راني ديما نستخدم هاد لي بيبيت ولا لي بيستول، يذوبوا بسرعه ما يعيونيش. خدمت بلا مارك شوكولاتي.
ذوبتهم. لكن هنا راح تقولوا رحمه ما درتيش 55 غرام. انا هنا الكميه هذه درتها فوا 10، الوصفه نكتبها لكم، ودرت فوا 10 باش يكفيني لجميع الحبات. من بعد راح نزيد 75 غرام نتاع شوكولا اتارتيني ونخلط كلش مع بعض بعد ما ذوبتهم فوق بماري، ونضيف لهم شوكولا تارتيني نضربهم مع بعض راح نتحصل على هذا القوام تاع الغاناش. نغلفه اون كونتاكت ونخليه بدرجه حراره الغرفه حتى وقت نبغي نستخدمه. هو اخر شيء يعني نستخدمه في التزيين فقط. هذا الغاناش شفتوه عند حنان سليماني من تما وانا نخدم به، يعني ساعدني بزاف، بنين وما يعيش. من بعد نروح نوجد الكلاصاج تاعي بنفس الحبيبات تاع شوكولا، لا مارك شوكولاتي ولا دادا، نشريها بالكيلو بخيسك، راهي تسقم نفس لي تابلت، نشريها هكا بالميزان. وفي الكلاصاج نحب نخلط نص شوكولا اولي ونص داكينه راح تعطيكم لا كولور، واولي تعطيكم لوغو. راح نذوبها فوق حمام مائي ونزيد لها الزيت حتى نتحصل على القوام اللي يساعدني. ما تضيفوش الزيت بزاف حتى تولي لكم الحبه شفافه، شويه وازنوا، فهمتوني. من بعد راح نجيب هذيك لالوش ولا كيما تحبوا نتوما تغلاسيو كيما متعودين غلاسيو. انا هذه الطريقه هي اللي تساعدني. نحط الحبه تاعي هكا، نغلفها مليح بالشوكولا، بعد نضربها، نحي الزائد، نهزها بالفرشيطه ونحطها فوق البابي كويسون. البابي كويسون راح يساعدكم بزاف في الغلاساج، يسهل عليكم الخدمه كامل. الحبه تبقى لكم نظيفه. راح نكمل الحبات تاوعي هما باردين بعد ما خرجتهم من الثلاجه، ماشي من الكونجيلاتور. اذا حطيتهم في الكونجيلاتور في المرحله هذه بعد ما تنشف لكم الشوكولا راح تتشقق. لهنا لبست ليغون، راح تقولوا لي رحمه عليها لبستي ليغون يا البنات ما يخلي لكمش لا تخاص تاع الاصابع تاعكم فوق الحبه، يعني الحبه تبقى لكم نظيفه، لا فينيسيون تبقى نظيفه، فهمتوني. تبقى لكم هذيك اللمعه تاع الكاطو. اذا خدمتوا بيديكم سخانه تاع يديكم راح تذوب لكم شويه الحبه تاع شوكولا وتبقى فيها البصمه تاعكم. دونك راح نرفد الحبه بالليغون، نحي الزوائد بالموس، وهكا كملت الكميه تاعي. تبقى لي غير الغاناش، راح نخلطها شويه. شوفوا هنا بعد ما شدت روحها بدرجه حراره الغرفه نخلطها شويه كما راكم تشوفوا باش نقدر نخدم بها. بزاف هايله الغاناش هذه، غاردي ولا غوسيت تحتاجوها في المهراس في لي غاطو تاعكم كامل. هنا جبت بوش درت له هذا القمع، اختاروا الشكل اللي تحبوه. انا فضلت هذا يجي واسع شويه، يفتح تساعدني شوكولا يعني متعذبنيش في الفتحه، ومام لا تراس تاعو شابه. هذا اللي ديروا به لي بتي فور كامل. نرفد الحبه تاعي، ندير شويه برك ونرفد، ما تكثروش الغاناش هكا باش ما تزيدوش عليها بزاف، باسكو الحبه ديجا فيها فيها الكلاصاج شوكولا، فيها كريمه الزبده، فيها الكراميل، فهمتوني. مع الغاناش طيح سوسوه. والحبه تاعي راهي صغيره. هنا بعد ما كملت الكميه كامل هذا واش بقالي، درت الكونتيتي هذيك فوا 10. هذا واش بقالي غاناش، درت به بنيون ولا كيما تحبوا نتوما، ما بقاليش بزاف منه، في 240 حبه. لهنا في التزيين رحت جبت هاد لي فلور سيشي، راهم يتباعوا بالميزان ولا بالعرف هكذا. قطعتهم عرف صغار كما راكم تشوفوا، وفوق الحبه تاعي فوق الكاناش راح نحط هكا شويه عريفات، ويجي التزيين ساهل بزاف وشباب. لهنا بعد ما حطيتهم في لي كيسات وزدت لهم هذوك الليناب كما راكم تشوفوا يجيو بزاف شابين. اذا تحبوا تزيدوا لي موتيف اللي يجوا دوري تاع زواج ولا تاع طهور ولا المناسبه اللي عندكم، راح يزيدكم بهاوه فيهم. هذا كان صابليو شوكولا تاعي، انا هنا درتو العرس، يعني جا بزاف هايل وطول لي مده كبيره ما عيانيش. وشنو في كي تجيو تستفوه ولا تخبوه الحبات ما يتحطوش فوق بعضهم. دونك اذا خدمتوه على بكري طو حبات هكا جوست الكلاصاج وما ديروش الغاناش، وستفوا الحبات ديروا فوقهم بابي الومنيوم. من بعد كي تجيو تقدموهم وديروا لهم الكلاصاج والتزيين الغاناش بليتو والتزيين هكا باش ما يشدوا لكمش البلاصه. سينو انا خدمته هكا، حطيته في دي بورتمونجي كبار ولا في علب كبار باش ما يشدليش بلاصه.
حطيته في الثلاجة. اذا كان بارد الحال ما يحتاج تحطوه في ثلاجة. وشنو دخلوه الثلاجة شويه برك جست ما يشد روحو هذاك الكاناش، من بعد خرجوه. هنا راح نقسم معكم حبه تشوفوا معايا الداخل كيفاش راهي. صاب ليه الشيش، الكريمة الزبدة بنينة وخفيفة، والكراميل راهو يسيح من الداخل كما راكم تشوفوا. مع الكاناش هذاك راهو جا متوازن، والحبة صغيرة ماشي كبيرة بزاف. تحبوا تكبروا الطابع راح يعطيكم كمية اقل بيان سور. راح اذا كبرتوا الطابع ما راح تعطيكم الكونتيتي هذه 240 حبة، راح تجيكم اقل. لكن انا عطيتكم الحساب تاع الطابع تاعي. وهذه كانت النتيجة نتاع صابلي تاعنا اليوم. نتمنى تجربوه ويعجبكم تخدموه في مناسباتكم ولا لي كوموند. يعطيكم الصحة، شكرا على المتابعة، واللي جديد معنا ما ينساش يابوني في القناة. والسلام.